بجد تحفة. بصوا الرز، كل حباية خصمة التانية. يلا اما اوريكم عملنا القمر ده بقى ازاي. طبعا لو ما عندكيش اي وقت ولا اي حاجة، يعني مش عارفة تقفي في المطبخ او تعملي ايه، تعالي اما اوريكي. الطريقة دي سهلة وسريعة، وجنبها شوية سلطة اخضر بس مفيش اكتر من كده. تقطعي طماطمايه وخيارايه وقرن فلفل وشوية سلطة كده والحاجات بتاعتك، ولا اسرع من كده، ولا هتقفي في المطبخ ولا اي حاجة. اوعدك انك هتخلصي في 5 دقايق وتخرجي من المطبخ، ولا هتتعبي ولا هتقفي في المطبخ اصلا. تعالوا بقى بينا اما اوريكم الطريقة عاملة ازاي. اول حاجة، اي كمية عندك فراخ. طبعا الطاسة دي اي بيت ما يقدرش يستغنى عنها بصراحة، مفيش احلى من التحمير بتاعها. يعني بقى ولا تقولي اي طاسة تانية، هي الطاسة لما بتكون عملت كده. طبعا 10 سنين يعملوا اي حاجة، بس بجد الطاسة دي مش بعرف اعمل غير فيها. اي كمية فراخ عندك، وتقومي جاية حاطة شوية زيت محترمين كده، وتقومي جاية نازلة بالفراخ بتاعتك وتسيبيها بقى لما تحمر بقى، وهوريكم لونها دلوقتي هيكون عامل ازاي. بجد هتبقى تحفة. جربوا البرام اللي انا عاملاه ده بنفس الطريقة وهيعجبكم جدا، وهتدمني عليه لان ولا هتقفي في المطبخ. لو عندك بقى عيل بيزن ومش عارفة تعملي ايه ومش فاضية تقفي في المطبخ بمعنى اصح، اول بس ما ينام او اي حاجة في ثواني وهتعمليه. كده حمرنا الفراخ وشفتوا اللون بتاعها قمر ازاي. طبعا من كتر ما انا بتكلم معاكم ومندمجة نسيت اوريكم، فهنا بقى تعالوا ما اوريكم. غسلنا الرز بتاعنا وصفيناه وحمرنا الفراخ، مفيش اكتر من كده. شايفين البساطة؟ هتجيبي بقى البهارات بتاعتك وتنزلي بمعلقة بهارات هنا. طبعا دي عشان معلقة صغيرة نزلت ب2، وترش على الفراخ بتاعتك بالمرة. ومفيش اسرع من كده ولا اسهل من كده. وشوية كمون، وهننزل بقى طبعا بيحب الفلفل الاسود كتير، فهننزل بمعلقة صغيرة فلفل اسود ونرش عليه فلفل اسود برضو كده. وبس كده. وهننزل بقى بالملح بتاعنا، وشوية كمان شطة. ده الشطة ده حسب الرغبة لان انا بحب الشطة. يعني شفتوا مفيش اكتر من كده. انت يا دوبك هتحمري الفراخ وتغسلي الرز وتصفيه. طبعا ننزل بمعلقة الملح بتاعتنا، ونرش برضو على الفراخ رشة ملح، لان طبعا ما سلقناش الفراخ. الفراخ يا دوبك متحمرة بس. وبعد كده هننزل بشوية زيت، معلقتين زيت مش اكتر، هننزل بيهم. طبعا بنقلب البهارات بتاعتنا، وننزل بمعلقتين زيت علشان نخلي الرزاية تسيب التانية. يعني الزيت ده فايدته ان يخلي كل حباية رز متغلفة كده بالزيت، فما تمسكش في التانية وما يكونش ما يطلعش منك معجن او طري او كده بالشكل ده. هنا بقى كنا خلصنا وجبنا بقى ايه. ده اسمه برام اللي هتعملي فيه. اول حاجة هتحطي في الحلة في البرام من تحت شوية رز صغيرين، ترصي الفراخ بتاعتك. طبعا احنا رشين عليها بهارات وحاجات زي الايه الرز بالظبط. وبعد كده تنزلي بشويه البهارات اللي فاضلين دول، وانزلي بالرز بتاعك هو مبهر اصلا وكل حاجه مبهره بايدينا كده. احنا في بيوتنا بنعمله كل حاجه بايدينا عادي. وبعد كده هننزل بقى بايه. ده مش لبن بس، ده لبن وعليه ميه. لو كوبايه لبن عليها كوبايه ميه، كوبايتين لبن وكوبايه ميه زي ما عندك، واعملي كده. هنا زودت الرز بس كده. بكون شايفة ان هو مش عايز حاجة، ومعلقة سمنة، ومفيش اسرع من كده. شايفين الجمال؟ ولا وقفتي ولا تعبتي ولا اي حاجة، ولا وقفنا في المطبخ كتير، وسهل جدا. يلا بقى شوفوا استوى معايا. طبعا بتكون النار عالية من فوق ومن تحت، واول ما بيستوي بتهد عليه من فوق ومن تحت او تطفي من فوق. شايفين القمر لسه سخن وخارج معانا من الفرن، بجد عايز بس يتاكل يومي يومي، ومفيش اسرع من كده. هوريكم دلوقتي اللي كل حباية سايبة التانية، وان هو يعني ما شاء الله عليه. جبت معلقة بقى عشان اوريهولكم. طبعا اول ما فتحته شايفين الرزاية سايبة التانية ازاي. دقته بقى وانا معاكم، وبجد يعني سايبة، يعني كل حباية سايبة التانية وتحفة. جربوه بنفس الطريقة وهيعجبكم قوي قوي، يعني هتدعولي عليه. لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش تحطوا لايك وشير وكومنت حلو كده، واللي ما اشتركش معايا في القناة ينورني باشتراكه عشان عيلتي تكبر بيكم. شايفين الفراخ بجد المعلقة مش مستحملة، المعلقة دايبة دوب. ما وقفناش عشان تبقى عارفة، بس ما وقفتيش في المطبخ ولا تعبت نفسك ولا اي حاجة خالص. تعملي جنبه شوية سلطة
ومفيش اكتر من كده. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد، وسلام.